السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سريعا كده هتكلم معاكم عن النبات لما بيجي يطلع بذور كده بيوقف نموات. بمعنى ايه؟ يعني مثلا وليكن عندنا نبتة المنطورة اهي، هي مزدهرة اهي ومطلعة ازهار. طيب النبات بيزهر، بيبقى النمو للاوراق ضعيف. زي مثلا لما بتيجي تشتري القراولة او بتشتري القطيفة من مكان وتبقى كلها ازهار وتيجي عندك وتموت، تقول ده الازهار نشفت ومفيش نموات طلعت جديدة. واجب علينا ان احنا نقصقص الزهر، ما نسيبش الزهر او كثافة الزهرية ما تبقاش كتيرة على النبات، لان لو سيبنا الزهر وتم العقد بيعمل بذور بنفس الشكل ده، وده بيقول للنبات خلاص موت، انت اديت وظيفتك واديت واجبك. فلو بصينا هنا كده هنلاقي نبات المنطور كل دي بذور اهي، والنبات خلاص الازهار ابتدت تدبل، والنموات الخضريه ابتدت خلاص ما بقاش في نموات، اللي هو النبات خلاص كده بيقول انا طلعت بذور واديت مهمتي. فالواجب علينا ان احنا نقص كل الزهر ده، نقص الزهر ونقص البذور اللي موجوده، بحيث ان النبات يبتدي يزدهر تاني. انا كده بقول له يعني بحسه على البقاء، بقول له طلع تاني نموات جديده من اول وجديد وابتدي زهر تاني معايا. فالناس اللي بتفرح بالزهر انه يبقى موجود بكثافه، اوكي، خف الكثافه الزهريه شويه علشان تحس النبات انه يكمل تاني. ده بالنسبه للحوليات ومعظم النباتات الدايمه زي الورد البلدي. الورد البلدي لو سبت الزهر عليه ما بيديش تاني، انما لو قصيت الزهر بيبتدي يطلع نموات جديده وبالتالي ازهار جديده. يبقى لازم نقص الازهار، نخف شويه من الازهار اللي موجوده علشان ما يحصلش زي ما حصل دلوقتي كده، ان نبات عمل قرون بذور وخلاص كده هو ادى مهمته في الحياه اللي هو الاستمراريه والبقاء، والبذور دي المفروض ان القرون هتنشف وتفتح وتقع في التربه ويجدد تاني والنبته الام تموت. يبقى احنا لازم نقص، نخف الزهر شويه، نفرح بالازهار مفيش مشكله بس ما نسيبش ازهار كتير على النبات، نخف الزهر شويه، وفي نفس الوقت اول ما يقعد بذور بالشكل ده نبتدي ناخد من البذور اللي موجوده ونقص النبات ونقلمه علشان يبتدي يطلع نموات جديده تانية ويشتغل معانا ويفضل مزدهر معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.